قبل ما نبدأ خليني احكي لكم على موقف حصل معايا فعلا. كنت في مقابلة عمل مهمة، المهم لابس احلى حاجة ومتشيك ومظبط نفسي ومحضر كل الردود السهلة والصعبة اللي ممكن اتسألها، وفجأة لقيت نفسي بفكر هو مش ده نفس اللي بيحصل بين البراند والعميل بالظبط؟ والصدمة بتاعتي كانت هنا. اكتشفت ان العلاقة بين البراند والعميل في الحقيقة هي علاقة دايما مستمرة زي المقابلات والاجتماعات والانترفيو بالظبط. خليني اشرح لك ازاي. المقابلة مش مجرد لقاء عادي، دي فرصتك عشان تبني علاقة قوية مع عميلك. العميل بيتعامل مع براندك زي ما بيتعامل مع شخص في مقابلة او انترفيو بالظبط. طب ازاي ونستفيد من الموضوع ده؟ ازاي؟ اوضح لك في 5 خطوات. زي ما بتهتم بمظهرك في المقابلة، براندك محتاج يكون جذاب ومميز ومظهره حلو للعميل. 2، لما بتفكر قبل ما تتكلم في المقابلة، براندك برضه لازم يكون عنده رسالة واضحة. 3، الجنتلة في التعامل، واكيد لازم اكون جنتل. براندك لازم يتعامل مع العملاء باحترافية وود وبعاطفة، وركز على العاطفة. 4، التواصل السهل والواضح هو السر. خلي براندك يفهم عميلك ويجاوب على كل اسئلته مهما كانت صعبة او سهلة. 5، الانطباع الاول مهم جدا زي المقابلة او الانترفيو بالظبط. نصيحتي ليك، عامل براندك زي ما بتعامل نفسك في اهم مقابلة او انترفيو ممكن تحضره في حياتك. صدقني النتيجة هتبهرك والله. ولو عندك تجربة مشابهة شاركنا بيها في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والدعم على القناة، وتتابع الفيديوهات اللي جاية عشان تستفاد منها جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.